الأمر يبدو مختلفا في الكويت التي تروج بين طلابها سماعات دقيقة تستخدم لهذا الغرض. هو أنا أحط سماعة أذوني وأروح الامتحان، وهو يكون واحد صاحبي بالبيت ويا جهاز لاسلكي، فهو يشوف الامتحان وعنده الكتاب ويطلع الإجابات ويقول لي إياها. وتتنوع أشكال هذه السماعات بحسب الطالب الكويتي الذي تحدث إلينا طالبا عدم الكشف عن هويته. سماعة عبارة عن نوعين، في نانو وفي واحدة يسمونها الشعرة، وبعد الامتحان أطلعها في مغناطيس يعطونا إياها. لكن إخراج هذه السماعات لا يمضي بيسر في كل الحالات، ما يستدعي في بعض الأحيان تدخلا جراحيا. طبيب الأنف والأذن والحنجرة الكويتي مؤنس عبد الله: يعني في موسم الامتحان تقريبا احيانا ممكن يساوي في اليوم عمليتين او ثلاث. المشكله فيها انه اذا تاخر المريض حتى يراجعنا فيها، بتعرفي يمكن هاي البطاريات في داخلها بيكون اسيد ومواد قلويه، هذه كلها ممكن تعرض قناه السمع الى حروق اذا تاخر فيها راجعنا مثلا بعد 4-5 ساعات. وتحاول المدارس في الكويت مكافحة هذه الحيل المتفشية بين الطلاب من خلال استخدام أجهزة إلكترونية للكشف عما بات يعرف بسماعات الغش، إلا أن ذلك قد لا يؤتي ثماره أيضا. أحمد الجاسم مدرس اللغة العربية في إحدى المدارس الكويتية: من الصعب ملاحقة الغشاشين ومطاردتهم لأنهم يستخدمون أساليب ذكية. من الصعب تكشف صاحب السماعة لأن ما في لها أي واير أو أي شيء يبين أن في شيء في إذنه. ومع الانتشار الحالي لسماعات الغش بين العديد من الطلاب في الكويت، يرى كثيرون أن على المسؤولين في القطاع التعليمي هناك اللجوء إلى تقنيات تواكب بشكل أكبر هذا التطور التكنولوجي الذي يساء استغلاله.